مصطفى العجي، ناطق باسم تيار البديل السوري وأمين عام حزب التغيير والنهضة السوري. الحقيقة الإدارة، الرأي بالإدارة الذاتية، أنا متفاجئ اليوم بمسألة المحاصصة. يعني الإدارة علم، والمفروض نحن ندور على تكنوقراط في الإدارة، مو سيادة في الإدارة. إذا أنا بدي أنجح بأي منطقة إداريا، المفروض أدور على، يعني أبحث عن الأكفأ في الإدارة، باخذ المهندس الأكفأ بغض النظر عن قوميته أو إثنيته أو مذهبه أو طائفته. إذا كان عندي الهدف الأول والأخير هو خدمة هاي الجغرافيا، هاي وحدة. اثنين، مفروض هذا المجلس كائنا من كان فيه، كان كردي أو عربي أو سرياني أو تركماني أو آشوري كلدان أي شيء، هو وقت اللي عم بيصل لهذا لجسم هذا الإدارة، المفروض هو يكون يخدم الكل اللي موجود، بغض النظر عن إيش، إنه هاي الحارة كردية، هاي الحارة عربية، هاي الحارة سريانية. هذا المجلس الإدارة، يعني الإدارة الذاتية بتبدأ بإيش؟ تخدمون لهدول كلياتهم. لذلك كتير صعب إنك تروح باتجاه إدارة فيها محاصصة. هاي المحاصصة أعتقد أنه نظام ما بيستمر كتير، بضل نظام هش، بأي لحظة ممكن يسقط مباشرة. يعني وقت اللي بيقوى مكون، هلا مثلا في أنا عندي الظاهر لنا نحن القادمين من الداخل السوري أنه أقوى تيار على الأرض هن مجموعة الاتحاد الديمقراطي، عرفت؟ طيب بكره اذا مكون اخر صار في عنده قوه ثانيه، ما بعده بيقبل بهاي المحاصصه اللي انت عم تشتغل عليها. لذلك انا وقت بكون رايح باتجاه الاكفأ، هذاك الوقت كلياتنا بنقبل، ما بكون في عندنا يعني شلون بدي اقول لك، اعتراض على اي حدا بيجي. مثلا خلينا ناخذ مثال البلديات. ما معقول انا بالبلديه اجي اقسمها، اقول هي هذا المنصب لفلان، هذا المنصب لعلان، هذا المنصب لكذا من الاشخاص الثانيين، عرفت؟ انا المفروض ادور على ايش؟ ادور على الاكفأ لهم واجيبهم. هي بالنسبه للاداره الذاتيه. موضوع الفدراليه ما لازم نرتعب منه، بس انا في عندي يعني شرط لهي المساله. اول شيء في اسئله لازم نجاوب عليها. اذا كانت منطقه الجزيره السوريه هي منطقه فدراليه اولى، المناطق الفدراليه الاخرى وين؟ كيف؟ بدنا نقسم فدراليات على اساس الجغرافيا، على اساس القوميه، على اساس الدين، على اساس الطائفه. هي وحده. اثنين، نحن بحاجه لهي المساله. يعني نحن بدنا نطلع مثلا من الاداره، من نظام الاداره المحليه اللي كانوا عاملينها سابقا، معمول فيها بكل سوريا. بدنا نطور هذا المفهوم ونروح باتجاه اداره يعني شبه تاخذ استقلاليتها بمسائل متعدده، بعيده عن المركز الا مع المركز. يعني انا من خلال المحاضرات اللي شفتها هون انه لا، هن بدهم اداره غير مركزيه. طب اداره غير مركزيه، هل المنطقه مؤهله فعلا لانه تكون، لحتى انها تكون غير مرتبطه بالاخر الثاني السوري وين كان؟ يعني هلا نحن هو ما في عندنا، ما عندنا موانئ، ما في عندنا مسائل ثانيه لها علاقه بالحياه اليوميه. بدي بنيه تحتيه لحتى انا قادر اخدم المواطن اللي موجود هون دون الشراكه مع الاخر اللي موجود في سوريا. اعتقد انه المساله كثير صعبه. لذلك مساله الفيدراليه بدها اول شيء اراده حقيقيه واعيه حره، لا تاتي بفعل الامر الواقع.